السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد هنا على القناة. وفي الفيديو ده هنتكلم عن افضل تجميعة لتشغيل الالعاب والمونتاج بسعر اقل من 2000 جنيه. والتجميعة ديت بتشغل العاب زي جي تي اي 5 وبابجي على فريمات كويسة، واعتقد انه مفيش تجميعة تشغل العاب زي ديت بالسعر ده، والتجميعة دي قابلة للتطوير. وكمان مش هتكلم عن التجميعة دي بس، انا هتكلم عن نصبايا بيعملها اغلبية تجار الاستيراد. ويا ريت تقدر تعبنا وتعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصل لغيرك. وما تنساش تدعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم شهدائهم واشف مرضاهم. وصلي على النبي ويلا بينا على الفيديو بتاعنا. وقبل ما ندخل على مواصفات التجميعة، انا هتكلم الاول عن النصبية بتاعة تجار الاستيراد. والنصبية دي بتبقى في كيسات ديسك استيراد، وبتيجي بمعالج من اي ام دي حرف الاي، وفي منها كذا موديل بمعالج مختلف، بس هما كلهم اي ام دي حرف الاي. والتاجر بيقنعك انه معالج كويس وبيعادل جيل تامن وجيل خامس وجيل سابع كمان من انتل. وطبعا الكلام ده كله كدب يا جدعان، والمعالجات ديت الجيل الاول من انتل اقوى منها. وكمان لما تيجي تبيع الكيسه مش بتجيب نص سعرها كمان، وبيقنعك انها بتشغل العاب زي بابجي 90 فريم والكلام ده. وطبعا الكلام ده مفيش منه خالص، والكيسه ديت لو جابت 25 فريم او 30 فريم كويس خالص وبتلاك كمان. ودلوقتي احنا هنقارن اقوى معالج في الفئه ديت وهو الاي ام دي A12 بمعالج الجيل الاول من انتل. وملحوظة قبل ما نخش على المقارنة، انهم بيقولوا على المعالج اللي هو AMD A12 انه بيعادل الجيل 8 من انتل. احنا هنقارنه بمعالج من الجيل الاول من انتل، انت متخيل؟ وطبعا زي ما انت شايف قدامك يا صديقي، المعالج الجيل الاول اقوى منه. وطبعا الكيسة دي سعرها بيبدأ من 2000 جنيه ل 3000 جنيه، وهي ما تستحقش نص سعرها اصلا. وطبعا انا ب 2000 جنيه هقول لك على تجميعة افضل منها بكتير. وزي ما احنا متعودين بنبدأ بالمعالج، والمعالج اللي معانا النهارده هو i5 2400. والمعالج ده تم اصداره في 2011، اصدار قديم شويه لكن بيقدم اداء مقبول في 2024. وطبعا احنا هنعرض اختبارات العاب للتجميعه وتشوف الاداء بنفسك. وصاحب الطاقه للمعالج ده هو ال 95 واط، وبيدعم رامات دي دي ار 3 بسرعه 1333 ميجا هرتز، وبيجي ب 4 كور و4 ثريد، وفي كارت داخلي ضعيف اسمه انتل اتش دي جرافيك 2000. وما انصحش حد انه يعتمد على الكارت الداخلي نهائي، لانه اداؤه ضعيف جدا. والمعالج ده بيشتغل على سوكت ال جي اي 1155. السوكت ده بيدعم معالجات جيل تاني وتالت من انتل، والمعالج ده مناسب جدا بالنسبه لسعره. وسرعه المعالج ده بتصل الى 3.4 جيجا هرتز، وسعره في حدود 200 جنيه ل 300 جنيه. ونيجي بقى لتاني قطعه معانا وهي البورده. والبورده اللي معانا النهارده اللي هي الاتش 61. والبورده ديت افضل خيار اقتصادي نركب عليها المعالج ده. وانا اخترت البورده ديت عشان بتشغل معالجات الجيل التاني والتالت من انتل، يعني تقدر تطور المعالج لمعالج كويس زي الاي 7 377. والبورده دي بتدعم رامات دي دي ار 3 بسرعه 1333 ميجا هرتز. وبالنسبه للمنافذ اللي في البورده ووصلات اليو اس بي، دي صوره توضيحيه تبين كل حاجه في البورده. وبعض النسخ فيها مدخل اتش دي ونسخ تانية لا. والبورده ديت سعرها اقتصادي كويس، بيبدا من 450 جنيه ل 600 جنيه. ونيجي بقى يا اصدقائي لثالث قطعه معانا واسهل قطعه في الجهاز، وهي الرامات. وهتجيب رامات 8 جيجا بسرعه 1333 ميجا هرتز او 1600 ميجا هرتز. بس البورده ديت مش بتدعم رامات بسرعه 1600 ميجا هرتز، بس رامات تشتغل عادي جدا. وسعر الرامات في حدود 350 جنيه. ونيجي بقى للكيسه والباور. طبعا هنجيب اي كيسه عاديه في حدود 250 جنيه، وفي الميزانيه ديت مش هيفرق معانا الشكل، احنا هنجيب اي كيسه نلم فيها التجميع. وبالنسبه للباور هنجيب باور 320 واط، هيكون كافي جدا لقطع الجهاز، وخاصه كارت الشاشه اللي هنقوله كمان شويه. وسعر الباور في حدود 250 ل 300 جنيه. بالنسبه للتخزين هتجيب هارد 500 جيجا في حدود 250 او 300 جنيه، تحط عليه الداتا ونسخه الويندوز كمان. وبالنسبه لاخر قطعه معانا وهي كارت الشاشه، هنجيب كارت شاشه ار5 240. والكارت ده تم اصداره في 2013، وبيجي ب1 جيجا في رام جي دي دي ار 3. وسحبه للطاقه قليل جدا لانه بيسحب 30 واط بس، ومش محتاج وصولات خارجيه لانه بيسحب من البورده على طول. وطبعا الكارت ده هيديك اداء مناسب في الالعاب زي ما هتشوف كمان شويه. ونيجي بقى لسعره، وسعره في حدود 300 جنيه. ونيجي بقى لسعر التجميع النهائي، هو في حدود 2000 ل 2300 جنيه. ونيجي بقى لامكانيه التطوير في التجميعه، وانت تقدر تطور المعالج لمعالج كويس جدا زي الاي 7 377 اللي هو اي 7 جيل تالت. وطبعا هتطور الرامات ل 16 جيجا. وطبعا تقدر تطور كارت الشاشه لكارت زي جي تي اكس 960 2 جيجا، والكارت ده هيشتغل كويس بدون عنق زجاجه مع معالج اي 5 تالت مثلا. طبعا يا صديقي انت لو عملت التطويرات ديت انت يعتبر هتاخد اضعاف الاداء، وهتحس بفرق كبير جدا جدا في الاداء. قبل ما ندخل على اختبارات للالعاب، في قناه لصديقي بيقدم محتوى خاص بالالعاب، لو مهتم بالمحتوى ده روح اشترك في القناه، هسيب لك رابط القناه في الوصف. ونيجي بقى لاهم حاجه واخر حاجه في الفيديو، وهي اختبارات الالعاب. ويلا بينا نشوف اختبارات الالعاب مع بعض.
What's this game going to bring us? We'll find out very shortly now, won't we? Because the game is underway. And this is the lineup for the home side. Well, we think, Alan, it'll be a 4-5-1 formation, which can look a bit negative. Yeah, but you look at the players in that five, that midfield five, and I think a couple at least will be trying to support the lone frontman. This ought to be a fantastic watch, Lee. Yeah, the long road to the final starts. Don't lose your away games. You've got a good chance of progressing. زي ما شفت اختبارات الالعاب يا صديقي، اكيد قررت هتشتري التجميع دي ولا لا. وطبعا ما اعتقدش ان اي تجميع تانية او كيسة استيراد هتديك نفس الاداء وبالسعر ده. وبكده يا اصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، وسلام يا صاحبي.